السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. انا مصطفى ودي سوري. تعمل ايه لو بتخسر فلوسك في البورصه، او لو انت دخلت اشتريت في اسهم وكانت النهارده خسرانه وطلعت كمان شهر لقيتها خسرانه اكتر؟ هتعمل ايه في الموقف زي ده؟ هل مثلا هتبيع عشان انت خايف تخسر من الخساره، او ان انت بتحد من خسارتك اكتر عشان انت خايف ان انت تخسر اكتر؟ بس قبل اي حاجه خليني اقول لك ان دوام الحال من المحال. مستحيل تلاقي سوق طول السنين طالع 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 طالع، ومستحيل تلاقي سوق طول السنين نازل 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 نازل. اكيد في حتى في افقر الدول في فرص ان انت تكسب حتى في المجال الاستثماري. خلينا بس نبدا قبل اي حاجه. كان في مقوله دايما لوارن بافيت انا بحبها: السوق الوحيد اللي السيل بيبقى فيه هو سوق الاسهم، الناس بتهرب منه. لازم تبقى عارف دايما ان مفيش بورصه في العالم كامله، او مفيش سوق في العالم كامل في طلوع متصاعد ما بينزلش. لازم يحصل حاجه اسمها تصحيح. التصحيح ده عباره عن ايه؟ ان السوق بيفضل يطلع 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 ما بين حاجه اسمها سبورت لاين وريزيستنس لاين. دي حاجات في التكنيكال اناليسيز يعني، بس خلينا نخش باختصار يعني فيها. ان السبورت ده اللي تحت، الريزيستنس ده اللي فوق، لو كسروا يبقى كده وصل ليفل جديد، والريزيستنس الجديد بقى نيو سبورت، والسبورت اللي تحت بيتلغى لغايه لما بيطلع لاعلى قمه بيبقى ريزيستنس جديد. المهم ده هشرح لكم في فيديو كامل في الكورس ان شاء الله. ولو ما تعرفش حاجه عن الكورس فانا ان شاء الله هنزل قريب كورس اسمه كورس الاستثمار الشامل. انا دلوقتي بخلص الويب سايت يعني، ولسه بصور برضو بعض الفيديوهات لغايه دلوقتي حوالي 48 فيديو، ولسه في حوالي 22 فيديو كمان. الكورس ده مش معمول عشان ان انا اعرفك ازاي تكسب فلوس من بكره، بس انا بعرفك الاساسيات بتاعت كل حاجه عشان ما حدش يضحك عليك، وفي نفس الوقت تبقى انت عارف انت رايح فين وجاي منين، وكل حاجه تستخدمها لسبب معين. وفي نفس الوقت كل ده برضو مش هيبقى بسعر كبير، ده هيبقى بسعر رمزي. مش حاطه يعني بسعر كبير يعني، رغم ان المعدات المستخدمه اصلا في الكلام ده كله بشيء وشويات، بس انا عامله لمجرد شكل من اشكال الدعم. فخلينا نرجع لموضوعنا في فيديو النهارده، وهو هل لو انت بتخسر هل هتبيع؟ هل مثلا لو انت هتخسر هتتوتر؟ لازم تكون ده كله انت حاطه في الحسبان قبل ما تشتري السهم. لازم تكون دايما فاهم ان اي نزول جديد هو فرصه جديده ليك انت ما كنتش لحقتها وجات لك تاني. ممكن تقول مثلا ان انت خايف تشتري دلوقتي، مش مشكله، ممكن تستنى اكتر، ممكن تعمل تحليلاتك الفنيه. ممكن لو انت مذاكر تحليل فني تبدا انت تعمل تحليل فني وتشوف السبورت لاين فين. السبورت ده لو بيوصل عنده التصحيح زي ما انا قلت من شويه، طب انت وصلت للتصحيح ونزل اكتر من تحت اكتر من كده، المحللين الفنيين دايما بيقول لك بلاش تشتري، استنى لما يوصل لسبورت تاني ويطلع يبدا يطلع تاني. لكن المحللين الماليين بيقول لك لا، ممكن تشتري في اي وقت تاني طالما كده كده الفير برايس اعلى، وكده كده اصلا القوائم الماليه بتاعت الشركه بتقول ان الشركه دي هتكسب قريب او فيها مكسب قريب. والكلام ده كله بنشوفه في الاخبار او بنشوفه من خلال التحليلات الفنيه. وفي اختصار عشان ما اطولش عليك في الفيديو، ممكن يكون النزول مصيبه الناس لكن فرصه تانية الناس جديده. يعني هنفترض لو انت شاري سهم مثلا اسهم في شركه ابو قير مثلا، كان سهمها ب 50 جنيه نزل ل 30 جنيه، ده كده معناه ان انت خسران 20 جنيه للسهم. ده ما يمنعش ان انت ممكن تشتري عند 30 جنيه تاني، ممكن تعيد ان انت تشتري في السيل، ده كده اسمه سيل. انت كده جالك سيل حوالي 40% تقريبا خصم، انت كنت هتجري وهتبيع، لا انت ممكن تشتري تاني، ممكن تعمل بقى البورتفوليو بتاعك. وده من الذكاء الاستثماري ان انت دايما تحافظ او تركن مشاعرك وتحافظ على اسلوبك في التعامل مع الاسهم، ان هي برضو زي التجاره. يعني مثلا لو عندك شقه والشقه دي انت اشتريتها بمليون جنيه، حصل مشكله دربكه في السوق العقاري ونزل من مليون جنيه نزل ل 800,000 جنيه، يعني سعر شقتك بقى 800,000 جنيه، هل هتبيع ولا هتصبر؟ عامل الاسهم بتاعتك نفس ما بتعامل اي حاجه انت بتشتريها كنوع من انواع التجاره. فانا نصيحتي ليك ما تتوترش. احنا شفنا الفتره اللي فاتت دي شويه لعبكه برضو في السوق المصري وفي السوق الامريكي وفي السوق الياباني. السوق الياباني دلوقتي تقريبا كان بيتدمر ورجع تاني برضو يفوق، والسوق المصري كذلك، انما السوق الامريكي لسه له عليه شويه. واي نعم هناك اكتر معدلات الناس اشترت اليومين دول هي البورصه الامريكيه، الناس بدات تشتري دلوقتي. انت متخيل يعني السوق بينزل والناس بتشتري؟ ده معناها ان السوق مقبل عليه ناس ان هي تشتري في وقت اسمه وقت السيل، ان انت بتشتري في حته دلوقتي نقول عليها خصم، نقول عليها مثلا ان هو والله انا اشتريته بسعر اقل بكتير. ممكن تكون شركه انت معجب بيها، في ناس بتشتري في شركات عشان هي معجبه بيها. في واحد مؤمن بشركه فوري فبيشتري في فوري دايما، كل شهر يحط مبلغ معين، يقول لك والله المبلغ ده انا حاطه الفوري، بس بحطه الفوري كل شهر، مش بشتري غير فوري، ما عنديش غير المحفظه بتاعتي غير اسهم فوري وبس. فحاول دايما تستغل ان الفرص دي ممكن تكون فرص فاتتك قبل كده. ياما شفنا ان كان وقت ابو قير ما كان ب 16 جنيه و17 جنيه الناس كانت بتخلع منه، ما كانش حد بيشتري. النهارده بقى ب 60 جنيه، ومن كام يوم ومن كام شهر كان ب 90 جنيه، ومن كام يوم كان ب 60 جنيه برضه زي ما انا قلت من شويه. لكن الناس دايما بتحب تبص على الصوره الكبيره، ما بتبصش على الصغير. لا، بص على الاثنين وانت احكم بنفسك. انت بتشوف دايما الاسهم شغاله ازاي. مستحيل السهم يبقى ب 60 جنيه ويفضل ينزل 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 لغايه ما يبقى بنص جنيه. بنص جنيه اشتري تاني، ما انت هتفضل تشتري، ما ينفعش تبيع. انت هتبيع ليه؟ في حاجه دايما اسمها unrealized profit او unrealized loss. انت ما خسرتش اكشلي لما انت ما بعتش، انت ما خسرتش، انت في حاجه اسمها unrealized loss. unrealized بتتحول لrealized لما انت بتبيع.
تبقى انت كده فعلا خساره فعليه. انما حاجه اسمها خساره غير فعليه، الخساره غير فعليه دي ان انت لسه ما بعتش، لكن لو بعت دلوقتي هتخسر اكس، الرقم اللي قدامك ده انت هتخسره. والانريلايزد بروفيتس والريلايزد بروفيتس لما انت برضو بتبيع الاسهم بتاعتك، لو انت بعت دلوقتي هتبقى الانريلايزد بروفيتس اللي هي المكسب الغير رسمي، او المكسب اللي انت لسه فعلا ما خدتوش او الفعلي، هو اللي انت هتاخده بعد ما تبيع. لازم دايما تكون فاهم النقطه دي، ان انت لسه ما خسرتش، فلوسك لسه موجوده، ووقت من الاحيان او في حين من الاحيان الاخرى السهم ده هيطلع تاني ويبدا ياخد مجراه لفوق تاني ان شاء الله. وبس فيديو النهارده خلص، يا رب ما كنتش طولت عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك اعمل سبسكرايب، ولو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك وانزل اشتمني تحت في الكومنتس. ما تنساش تصلي، ولو انت لسه ما صليتش قوم صلي دلوقتي. اشوفك في فيديو جديد. انا مصطفى ودي سوردي، السلام عليكم.